مرحبا، اسمي سريدة شومر ناصر، واحنا اليوم بفوزي عازر فاتحين معرض من عدة شغلات اللي هي اساسا للتطريز الفلسطيني، من حلي، مجوهرات، كل الملابس فلسطينية. اذا بتحبوا تصوروا وتفرجوا. احنا قررنا نفتح هذا المعرض اللي سميناه بازار للتطريز الفلسطيني في فوزي عازر. حتى اول اشي هدفنا انه نفوت اهل البلد، عم نحاول نعمل عدة مشاريع نرجع اهل البلد على السوق. كيف ما شايفين بيت فوزي عازر بفتخر اقول انه هو بيت جدي، هو بيت عمره 200 سنة، واحنا عم نحاول نحافظ على التراث والاشياء القديمة. فقررنا انه نعمل بالساحة اللي بنسميها ناس تعرفها الحوش او المدخل تبع فوزي عازر بالساحة، هذا البازار اللي بتضمن عدة شغلات. بحب الفت نظركم انه تصوروا هون في اشي اللي اكيد اهلنا وستاتنا وجدودنا بيعرفوها، اللي احنا اليوم يمكن في قسم كبير بيعرفهاش، اللي هي بسموها القراقيش او القراقيش، اللي عبارة عن اشي عربي، بعرفش اذا هو نصراوي الاصل، بس اللي بنعمل ومش كل الناس اليوم بتعمله. اليوم كمان حطيناه كنضيف نكهة للبازار اللي عم نعمله. فوزي عازر انفتح سنة 2005 في شهر أيار، وعنا 14 غرفة، والكتير مبسوطين نقول إنه إحنا عم نحاول ندعم الناصري بالذات البلد والسوق القديمة. كل الطاقم تبع فوزي عازر، وبهاي المناسبة بحب أشكرهن، اشتغل وعن جد خلال أقل من شهر خططنا لهذا البازار. اللي مشترك بالبازار اساسا نجمة البازار هي الست مارغو زدان من بيت جالا، اللي احنا صلنا فتره بنشتغل معها. طبعا لانه عندنا غير البازار، عندنا بشكل دائم جاليري او دكانه موجوده في فوزي عازر فوق، اللي هي بتتضمن هاي المعروضات او الاشياء. شغله تانية، في اذا لاحظتوا طاوله هي من شغل وتصميم الفنانه هيام روحانه من رام الله. هيام اساسا من عسفيا، بس هي فاتحه محل تشكيل برام الله. عن جد كل مرة بتبهرنا في التشكيل تبعونها، واسم المحل تشكيل، اللي هي عم بترجع التراث الفلسطيني القديم وبتعمل منه اشي حديث، اللي هي مجوهرات، اشياء اللي بنقدر احنا كصبايا او كستات نلبسها ان كان بشكل يومي او على المناسبات او على السهرات. بحب ادعي كل الناس. البازار مفتوح اليوم ابتداء، بدي من الساعة 10 للساعة 8 بالليل في بيت فوزي عازر في المدخل، وكمان بكرة من الساعة 10 الصبح يوم السبت لحد الساعة 8 بالليل. إذا الناس طلبت وشفنا إنه في طلب وحابين إنه نفتح كمان بازار بكل سرور، إحنا بنقول يا ريت نقدر نفتح البازار كمان خلال كمان شهر وكمان شهرين. في كمان حبينا شوي ندخل جو عيد الميلاد شوي بكير، بس كمان هذا كله قديش حلو إنه زينة الشجرة هي تطريز فلسطيني، اللي بتقدر تزين الواحد شجرة عيد الميلاد في بيتها مع أراني، مع صواني، وطقم من الفناجين القهوة العربية.